انا هستاذن حضرتك بس نروح نطمن على فريق نادي الزمالك ترانزيت دلوقتي في جنوب افريقيا. احمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الزمالك. ميدو مساء الخير. مساء الخير يا سيف، ومساء الخير يا استاذ مصطفى، ومساء الخير يا احمد. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن. مبروك يا كابتن. الله. لا لسه نص مبروك نص مبروك. لا مبروك ان شاء الله. ده الدكتور مصطفى والاستاذ احمد هم اللي بيباركوا لك، انا لسه ما قلتش اي حاجه. لا نص مبروك لسه. لا الله يبارك فيكم. طبعا هي يعني تعتبر طبعا نتيجه ايجابيه في ظل الظروف اللي احنا عشناها الكام يوم اللي فاتوا خلال المباراه، لكن باكد ان المباراه العوده هتكون صعبه جدا، يعني محتاجه شغل مننا كتير. خلال 90 دقيقة هتكون صعبة جدا، لأن الفريق اللي هنلعبه فريق زي ما انتوا هتشوفوا في مباراة العودة، فريق محترم عنده سرعات وعنده لعيبة دولية. فإن شاء الله بإذن الله النتيجة بتاعت مباراة الذهاب دي تساعدنا إن احنا نعمل نتيجة إيجابية في مباراة العودة ونقدر نصعد لدوري المجموعات إن شاء الله. ميدو سريعا كده، مش عايز أطول عليك، أنت كان ليك تصريحات يعني أول امبارح إن أنت بتقول أنا الحقيقة مش عارف كنت أجيب سيديهات للفريق، هو بالنسبة لي مش عارف أشوف له ماتشات. هل حليت الموضوع ده بالفعل ولا برضه كان في وجود أزمة؟ لا ما عرفناش نجيب لهم أي تسجيلات، لكن عرفت أجيب لهم بس كده هايلايتس عن ماتشات قديمة السنة اللي فاتت في الدوري. لكن لما نزلنا برضو لقينا الفرقه مختلفه، لكن احنا حطينا التشكيل اللي حطيناه وطريقه اللعب اللي حطيناها كانت اللي هي تناسب ظروف المباراه. وبكلم ظروف مباراه، بتكلم على يعني الملعب، حاله الملعب والجو. فلعبنا باثنين مهاجمين صراحه، ولعبنا 4-4-2، ولعبنا بدانا بمحمد ابراهيم تحتيهم. يعني لعبنا بالشكل اللي نقدر نعدي بيه اللقاء، والحمد لله. يعني الماتش زي ما توقعنا شكله هيبقى عامل ازاي. الماتش كان بنفس الشكل، واللعيبه الحمد لله نفذت اللي احنا طلبناه منهم بشكل جيد جدا. وفي الاخر كان حاولنا التعديل، وكان لينا فرص ان احنا نقدر. حاولت ان انا اخطف جون في الاخر، كورتين لحازم امام، يعني ما فيهمش تسلل خالص، الله يمنح حسابهم تسلل. لكن انا يعني ما زلت سعيد بالنتيجه. طبعا 0-0 النتيجه تعتبر ايجابيه في ظل الظروف اللي احنا عشناها زي ما بقول لك خلال يومين ثلاثه اللي فاتوا. ميدو، يعني تعقيبك اخيرا بقى على عقوبات لجنه المسابقات النهارده، يعني وقفوا محمد ابراهيم 4 ماتشات، عقوبه عليك ماتشين، رايك ايه؟ والله يا سيف انا يعني مش عايز اتكلم في اي حاجه ليها علاقه بالدوري المحلي قبل ما اعدي الماتش بتاع ماتش العوده ده ان شاء الله عندنا يوم الاحد. فانا برفض التعليق على العقوبه، ومش هتكلم عليها خالص في الاعلام، ولا هتكلم عليها. هسيب للمسؤولين في نادي الزمالك هم اللي يعملوا التظلم لغايه ما نعدي باذن الله ماتش يوم الاحد. لان انا مش عايز اتكلم في اي حاجه تطلعنا من تركيزنا لمباراه العوده، لان مباراه العوده بالنسبه لي هي اهم مباراه في الموسم، لان تعتبر عنق الزجاجه بالنسبه لنا ان احنا نخش دوري المجموعات او لا. لكن كل ثقه باذن الله ان احنا نعدي ونخش نبقى موجودين في دوري المجموعات باذن الله. انا يعني بص، انا عشان مجتمع بوجهه النظر مش هقعد اناقشك بقى، هنضم يعني الاستاذ احمد والدكتور مصطفى اللي هو هبارك لك على اللقاء، لان النتيجه الى حد ما مرضيه، ومش هخرجك بره تركيزك. وان شاء الله باذن الله هتمنى لك كل توفيق، وترجعوا ان شاء الله باذن الله بالسلامه كده، ونبارك لكم يوم الاحد. بشكرك شكرا جزيلا احمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الزمالك. انا مقتنع ان مبروك. انا شايف يعني كده يعني شايف اللقاء نتيجه كويسه. وتعقيبا على العقوبه يكفي